اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في الكنز اللي احنا دايما بنمتلكه لكن مش حاسين بيه، وهو كنز هنا والآن، اللحظة الحالية. معاكم هبة الله احمد وبودكاست هنا والآن. كم مرة اتعشمنا في حد وخيب ظننا؟ كم مرة توقعنا في نفسنا حاجة وما قدرناش نعملها؟ أصبنا بالإحباط. عشان كده احنا معانا دكتور محمود جمعة، استشاري نفسي وخبير تدريب في طرق الإرشاد والعلاج النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. مبسوط جدا ان انا موجود معاكي في هنا والآن. أنا مبسوطة أكتر إن حضرتك نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك. وبنتكلم بقى عن الإحباط. إيه بقى الإحباط وحكايته؟ طيب احنا هنا والآن. لو الإحباط حضر معانا هنا والآن، ده معناه ايه؟ معناه ان انا بصيت لبكره وجبت كل الحواجز والعوائق والبيبان المغلقه حطيتها في الوقت الحالي، فبقيت عايش بالسدود، عايش بالعوائق. فمجرد ما الاقي نفسي هنا والآن حياتي مش مفتوحه والابواب كلها مسكره، بيجيلي ما يسمى بشعور الإحباط. شعور الإحباط هو شعور نفسي، بيبقى فيه أفكار موجودة ومشاعر موجودة وفيه سلوك انعزال وعدم قدرة على الإقدام على تحقيق الأهداف. في نوع تاني من الإحباط بيبقى صعب جدا، اللي هو الإحباط الوجودي. الإحباط الوجودي ده اللي مرتبط بهنا والآن، ان انا مش لاقي لكل ما هو موجود في الحياة معنى. لا الزواج له معنى، ولا النجاح له معنى، ولا الفلوس لها معنى. فبيجي لي ما يسمى بالإحباط الوجودي. يعني يا دكتور ممكن نقول ان الإحباط، في إحباط يخلينا ننطلق وفي إحباط يمرضنا ونحتاج لعلاج؟ هديك انا فكرة. انت في مكان وهتطلعي من باب معين والباب اتقفل قدامك، لك خيارات. يا اما تقعدي بقى تندي بحظك، انا اتحبست، الباب اتقفل، هطلع اروح فين؟ معيش موبايل، خلاص الوقت عدى، الاولاد يعني يا ترى اخبارهم ايه؟ طيب بره الامور، تبداي تجمعي كل الافكار والمشاعر اللي تخليكي في اللحظة متجمدة، في اللحظة مش قادرة تتحركي. فاللي بيحصل لك بالظبط ان الطاقة بتاعتك بتتجمد، كأنك محبوسة. طيب الإحباط بقى اللي هو بيدفع للعمل، انا جالي شوية إحباط، يعني جات لي رسائل ان الباب اتقفل، فعملت استثارة بقى. ده انا محتاجة مفتاح. ده انا لازم اشوف نوع الباب ده خشب ولا حديد وهعمل معاه ايه. لازم افكر في طريقة تخرجني من اللي انا فيه. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله بالظبط؟ هذه الجرعة البسيطة من الإحباط بتستنفر التحدي والقوة البشرية لتحقيق الهدف. ده اللي احنا بنسميه الإحباط المفيد. يعني فاكرة فيلم شيء من الخوف؟ محمود مرسي في الفيلم ده قال شيء من الخوف ما يؤذيش، كذلك شيء من الإحباط ما يؤذيش. لكن لو خدته بقى كطاقة عشت فيها وتواجدت فيها. وانا بتكلم عن الإحباط الوجودي، ده الشخص اللي بقى كل الحياة بالنسبة له بيبان مقفولة، فبالتالي بيفقد إحساسه الحقيقي بالتواجد هنا والآن. طيب ده يا دكتور يعني بيجي نتيجة ايه؟ يعني هل مثلا انا رفعت سقف توقعاتي من حد معين او حتى من نفسي، وبعدين يعني اتفاجئت برد فعل مختلف، او ان الواقع اللي حصل دوت غير اللي انا كنت متخيله؟ في الغالب انا لو رفعت سقف توقعاتي، او كان عندي مثالية، او كان عندي توقعات غير واقعية، كل هذه الاشياء بتخليني مجرد ما ادخل في التجربة بتاع هدف الحياة والاقي ان الهدف مش بيتحقق، بيجي لي بقى الاحساس بالعجز، بيجي لي الاحساس بالفشل. دي مخططات انت عارفه ان من ضمن المخططات اللي بتبقى موجوده مع الاحباط، وتحضر بقى في انخفاض الطاقه وفي التجمد. وفي هذه الحاله اللي بتخليني اشعر فعلا ان انا عاجز عن الحركه،
مش بمناسبة- قادر افتح البيبان. بمناسبة كلام حضرتك ان الواحد بيحس ان هو عاجز عن الحركة، يعني الجسم بيتحدث وبيطلع الانفعالات بتاعته على هيئة ردود فعل، كمرض، كشعور جسدي. يعني ايه الشعور الجسدي اللي بيحصل وبيطبق على الانسان يحس ان هو فعلا في حالة احباط او محتاج مساعدة خارجية، او اللي حواليه حتى كمان ممكن ما يحسش ان هو عنده احباط ويبقى منهك دايما، لكن اللي حواليه اول ما يشوفوا العلامات دي يعرفوا ان هو عنده احباط ويبداوا يساعدوه. هو الجسد في حالة الإحباط حالته بتبقى عاملة إزاي؟ النشاط بيبقى قليل، الانسحاب عن الحياة بيبقى قليل، طعم الحياة نفسه بيبقى مش موجود، إن هو ياكل ويستمتع بالأكل، إن هو يستمتع بالحياة اليومية، إن هو يتواجد في الأنشطة، بتبقى الحالة دي في الغالب هي المسيطرة عليه. يعني ممكن يكون منطوي مثلا في الأوضة قافل عليه الباب مثلا، يعني من ممكن يؤدي للاكتئاب. من أحد الأعراض اللي ممكن تكون موجودة الانسحاب، عدم القدرة على الحركة، الإحساس بالعجز، الإحساس بالفشل. ممكن تنشط مخططات زي مخطط أنا مش محبوب، أنا غير آمن، إلى آخره. او انا ما بعرفش افكر، ما بعرفش اتصرف. في ناس كتير كده، وفي وارد ناس ده. كمان يعني مهما كبرت تبدا تقول لها خدي خطوه للامام، تقول خلاص بقى بعد ما شاب ودوك بالكتاب. يعني دايما الرسائل السلبيه دي ممكن تكون سبب للاحباط. طبعا في ممكن أسباب بقى يعني ممكن يا دكتور الرسائل دي تكون تيجي من اقرب الناس لينا، زي ده مش زي ممكن. الاهل او ده مش ممكن، ده معظم أكيد. الرسائل محبطة، اه ومعظم الرسائل مؤذية. وفي الحقيقة معظم الإيذاءات الصعبة اللي بتقابلني في شغلي من هم اقرب الأقارب. الناس، من اقرب كان عندي الناس. سيشن قريب دراما سيرابي، كلنا مأذيين من الأقارب. طب نحمي نفسنا ازاي منهم، مع ان يعني الاقارب ديت احنا مش هنقدر نقطع صلتنا بيهم؟ هو ده سؤال وجودي كبير، عايز قعدة طويلة. نحمي نفسنا منهم، نحمي نفسنا ازاي منهم وهم عايشين معانا؟ بالزبط. نحمي نفسنا ازاي منهم وهم ومن غير ما نعمل بيدعمونا بالمال وبيدعمونا بالمأوى واشياء كثيرة جدا. وجودهم احتياج وجودي بالزبط. والأذية زي اللي بيحط السم في العسل. فعشان كده حل معضلة إحباط الأقارب وإيذاء الأقارب مش سهل، صعب. صعب ان والتسامح صعب برضه يا دكتور. طبعا، والتسامح دي حته تانية يعني. يعني بعد ما نقدر نتعامل مع الاحباط نقدر نتعامل مع الايه، مع التسامح. الفكره هنا ان يكون الشخص قادر ان هو يفتح الابواب التانية بعيدا عن الابواب اللي قفلها بابا والابواب اللي قفلتها ماما، ويقدر ان هو يطلع من البيبان التانية للحياه والتدفق في الحياة. ممكن نمط الشخصية يختلف من تلقي الإحباط ده، حد يقدر يطلع وحد تاني لأ. تقصدي بإيه نمط الشخصية؟ يعني مثلا الشخصية، هل الشخصية حسية قوي، هل الشخصية عقلانية؟ نوع الشخصية أو نمط الشخصية في استقبالها للإحباط ده. هو الإحباط جاله منين؟ من إنه نمط شخصيته يتفاعل مع الموقف. ما أنا فاهمة، بس هل بقى يقدر يطلع من الإحباط ده؟ في حد يقدر يطلع بسهولة جدا، في حد ياخد وقت طويل. اصل الموضوع فيه عوامل كتيره جدا، في عوامل كتيره جدا بتتحمل في الموقف. ممكن تكون التجربه الحسيه جزء من الخروج من الاحباط، ممكن تكون مخططات التفكير جزء من من الاحباط، ممكن تكون الحاله الوجوديه له في جهازه العصبي جزء من حل معضله الاحباط، ممكن يكون المساعدين اللي موجودين معاه اصدقاء او المعتقدات الذهنيه، داينامكس، عوامل كتيره جدا جدا جدا. لذلك عندنا بعض العلاجات زي العلاج الوجودي والعلاج الجشتالتي ما بيركزش على فكره الاسباب، لان في متغيرات كتيره جدا، ممكن نلاقي اسباب كتيره جدا وراء هذه المتغيرات، لكن احنا بنشوف اكتر المتغيرات تاثيرا ووضوحا لينا هنا والان في اللحظه. عشان كده السؤال المهم جدا في العلاج اللي بنساله للشخص المحبط هنا والان انت حاسس بايه؟ طب لو فرض ان هو مش حاسس في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها بالاحباط، طب ما ده مؤشر من المؤشرات الجميله. طيب ايه الاوقات بدأ يطلع ايه الاوقات اللي انت بيحس فيها بالاحباط، بتحس فيها بالاحباط، والاوقات اللي انت ما بتحسش فيها بالاحباط؟ طب احنا ممكن نعمل له جدول نشاط. ما بحسش بالاحباط في التجربه دي والتجربه دي، عايزين نكتر من التجارب دي. طب الاوقات اللي بتحس بيها في الاحباط ندول اليات للتعامل هنا والان مع هذه المواقف حسيا وادراكيا ومعرفيا. عشان كده اهميه هنا والان للفرستريشن او الاحباط مهمه جدا.
ان انا اتواجد في حاله وجوديه دائمه هنا والان، بعيدا عن وجود الحواجز اللي بتعمل لي احباط. عشان كده لو حد محبط وقلنا لاهله هيشوف في تجارب يكسر فيها الحدود او ينطلق ده بحيث تجربه اذا الاهل استجابوا. في اهالي كتير قوي يقولوا ايه، لا احباط ايه، ده كل حاجه متوفره، وهم مش حاسين هم عاملين فيه ايه. ما ده متوفر وموضوع كبير وعايز قعده. عايز قعده كبيره. بوكلك وبشربك. عايز ايه تاني؟ ناقصك ايه؟ بتلبس احلى براندات وبتاكل احلى اكل وبتتعلم في انترناشونال. عايز ايه تاني؟ وبدفع لك في الجامعات الخاصه فلوس قد كده، تحبط ليه؟ يا جماعه دي قصه تانية خالص. الجانب النفسي ده قصه تانية غير الحاجات اللي انتم بتوفروها الماديه، مش غير الحاجات الماديه. مش تمام. فدي معضله كبيره جدا. بالنسبه للشباب يا دكتور اللي بيجي له احباط من السوشيال ميديا، بيشوفوا اللقطه الاخيره، ومش الشباب بس، عموما ان حتى كمان لو ست البيت او واحد متجوز وشايف واحد بيتصور مع مراته لابسه مثلا، فاللي هو يعيب على مراته او يقول لها كلام جارح. يعني بيشوفوا اللقطه الاخيره. حتى كمان لو حد اخد دكتوراه او ارتقى في علمه او اتعين وظيفه جديده او جاب عربيه او ايا كان بقى من الحاجات اللي احنا بنشوف اللقطه الاخيره دي، مش حاسين بالصعوبات اللي مرينا بيها او اللي اي حد مر بيها عشان يوصل للمرحله دي، فبيجي لهم احباط. فتلاقي الشاب بدل ما بيشتغل وظيفه بسيطه حتى لو بمرتب بسيط، يتمرد على الوظيفه دي ويقول هعمل ايه واسوي ايه، امال الناس دي عايشه ازاي وجايبه منين الحاجات دي كلها. تقول لهم ايه او يعالجوا ده ازاي؟ الفكره هنا ان المشكله بتيجي منين؟ ده فضاء الكتروني فيه افتراضات كتيره جدا وفيه متغيرات كتيره جدا غير واقعيه. كل العلاجات النفسيه بتاكد على انه كل ما قربنا من مبدا الواقع او متواجدين في الواقع او هنا والان بتاع الواقع، كل ما قدرنا ان احنا نتواجد في حاله صحيه جيده. ما بالك بقى الشاب متعرض طول الوقت لحاله وجوديه في فضاء الكتروني في متغيرات كتيره جدا تبعده عن هنا والان الواقعي اللي موجود هنا. فهو بيتعرض لاستثاره شديده جدا، لمتغيرات صعبة جدا جدا بتأثر على جهازه العصبي تخلي إحساسه بوجوده هنا والآن مش طبيعي. فالرسالة هنا إيه بقى؟ نقلل من التواجد في الفضاء الإلكتروني ونتواجد في الحياة الطبيعية. نرجع بقى للحياة الطبيعية، الجلسات السمر، نطلع نخرج في الصحراء مع بعض ونلعب كورة ونتبادل الأحاديث الجانبية، الأشياء اللي هي الطبيعية اللي احنا كنا بنمارسها قبل ما يكون في عندنا فضاء إلكتروني والسوشيال ميديا. لكن هي فعلا السوشيال ميديا هتجنن الناس، هتجنن الشباب جدا. يعني وكمان فكرة ان انا ممكن احصل على فولورز واجيب فلوس، كلها دي افكار خرجت الانسان عن حدود بقائه الصحي في الحالة الوجودية اللي ممكن يستمتع بالبسيط الممكن الذي لديه او يستمتع بما هو متوفر لديه. لا، هو بدأ يستمتع بما هو خيالي وبما هو ممكن بعيدا عن القيم وبما هو يستطيع ان يعني يؤثر فيه تأثير سلبي جدا. فعايزين نعود لواقعنا ولوجودنا ننزل للواقع شوية. يعني مش هو لوحده اللي في الحالة دي، ناس كتير بنفس النمط، واللي عايز ليه هدف هيحققه. بس نتواجد في الواقع. نتواجد في الواقع. كلمة السر هنا نتواجد في الواقع. صح. طب بالنسبة يا دكتور للأهالي، ازاي يقفوا جنب أولادهم من ناحية الإحباط؟ يعني الشباب زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي، وبالنسبة للسوشيال ميديا والتواجد الغير وجودي، ازاي بقى الأهالي ليها دور في ان هي تراعي أولادها وتبعد عنهم الإحباط أو تراعيهم في إنه الأحكام اللي بيقولوها الآباء على أولادكم، انتوا ما تقدروش وانتوا ما تعرفوش وأنا عملت وانت ما عملتش، دي ممكن تأثر على أولادنا وتجيب لهم إحباط. عدم القدرة على ان انا اقرا ابني هي طاقته ايه، هي دوافعه ايه، هي موهبته ايه، وما ساعدوش ان هو يخرج الموهبة دي في الحياة، ده هيجيب له احباط. الامل، مشاركة اولادنا الامل بتتطلب مننا ان احنا نشوف هم املهم ايه في الحياة ونشاركوا الامل. لو هو مثلا بيحب السباحة وعنده امل ان هو يكون سباح ماهر، عيش معاه التجربة، اشاركه التجربة، اروح معاه التمرين، اشوف هو بيفكر ازاي، ايه الحاجات اللي انا ممكن اذللها
الابواب اللي انا ممكن افتحها ليه علشان يقدر يبقى سباح. اديله مساحته. اديله مساحته، اذلله العقبات، اقف معاه في العثرات، اقدر ان انا اكون متواجد معاه في طريق الامل اللي هو بيتحرك فيه. ده يساعده كتير جدا جدا، بجانب بقى المواقف التانية زي موقف الدعم، ان انا ادعمه دايما، التعزيز، الرينفورسمنت، ان انا طول الوقت لما ينجز حاجة برافو عليك، احسنت. الحاجات دي بتدفع تشجيع، بتدفع بتدي ثقة كمان اكتر. الطاقة، بيئة البيت نفسها يعني تكون مش محبطة، عامل والدته كويس. هو لا، وكمان تلاقي الولد مثلا جاي من بره وفرحان قوي يا ما جاب الغراب لامه. بالظبط. تمام. في حاجات بنعملها كده ان احنا نسخر من ابنائنا، ده انا بهزر، ده انا يعني بضحك معاك، ازيك يا حمار. الحاجات دي كلها محتاجة مننا انتباه، لان الامل ممكن ينطفئ بحاجات صغيرة جدا، زي الشجرة الكبيرة اللي عاشت سنين طويلة جدا عايشة، وجسوس مع مرور الايام بدأ يأثر فيها. لذلك في الجلسات بنلاقي كلمات بسيطة جدا اتقالت من الأب والأم فضلت تتراكم ودخلت في مخططات وتركيبات نفسية، وبدأ يطلعها كأنها أفكار وإيذاءات كبيرة جدا، مع إنها حاجات صغيرة جدا جدا بتؤدي للمشاعر، والمشاعر بتؤدي لسلوك. بالظبط. وبالمثلث المعرفي ده أنا يعني الوقت بيجري بسرعة مع حضرتك، وحبيت أختم بيه، وبشكرك لتواجدك السري العظيم، وشكرا جدا دكتور محمود جمعة على تواجدك، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية كتير إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله في بودكاست هنا والآن مع هبة الله أحمد. سلام.